كان كيسمع بزاف على الديب ويب وبالضبط على واحد الحاجه سميتها الريد روم، كيقولوا عليها بلي هي لايفات ديال بصح فين كيتجمعوا الناس ساديين كيخلصوا واحد الاثمنه هي طالعه باش يتفرجوا في واحد البشري كيتعذب في لايف. ياسين عندو الفضول بزاف، لقى واحد الرابط طويل ومخربق، كليك عليه وهو كيضحك كيقول مع راسو هادشي غير خرافات ديال الانترنت، ما يمكنش يكون بصح. الشاشه بقات كترمش وطلعت واحد الصفحه كحله مكتوب فيها بالحمر مرحبا بك، واش انت مستعد تخلص الثمن؟ ياسين كليكا على مستعد. فجاه بدات الكاميرا ديال البيسي ديالو كتشعل وكتطفى بوحدها. الخوف بدا كيتسلل في قلب ياسين، ولكن الفضول كان قوى. فتحت واحد النافذه ديال الفيديو، الصوره كانت مضببه في البدايه ومن بعد وضاحت. كانت واحد الغرفه حيوطها عامرين بالدم، وفي الوسط كان واحد الكرسي ديال الحديد وفوق منه واحد الشخص مغطى ليه راسو بخنشه كحله. ياسين بدا كيرجف، شاف هذاك الشاط اللي في جنب الفيديو، الناس من كاع الانحاء العالم كيكتبوا بالارقام وكيتخلصوا باش يختاروا آلة التعذيب الجايه. واحد ليهم كتب ليهم، قطع ليه صبعه الصغير، وفعلا دخل واحد لابس واحد القناع ديال الخنزير وهز مقص كبير ودار داكشي اللي طلبوه منه. الصوت ديال الغوت كان حقيقي بزاف لدرجه ان ياسين حس بالبرد في لحمه، بغى يخرج، بغى يطفي البيسي، ولكن لقى بلي الماوس ديال البيسي مبقاش كيتحكم والشاشه ما بغاش تطفى. الرعب الحقيقي اللي جا ياسين ان داك الشخص اللي لابس القناع ديال الخنزير وقف ودار واحد الشوفه نيشان في الفيديو بحال الا كيشوف ياسين. قرب من الكاميرا بزاف وكتب في واحد السبوره كانت حداه ياسين علاش بغيتي تخرج. عاد بدينا. قلب ياسين غادي يسكت، كيفاش عرف سميتو؟ وفي ديك اللحظه سمع الصوت ديال تيك تيك جاي من وراه في بيتو. هو شاف في الشاشه ديال البيسي وبان ليه في الفيديو واللي هو في اللايف الباب ديال البيت اللي جالس فيه كيتفتح بشويه في الفيديو نيت. ياسين دار وجهه لجهه الباب ديال البيت الحقيقي، لقى الباب كيتفتح ودخل في الشخص اللي لابس قناع ديال الخنزير وهو هاز في يده واحد الطابليت اللي كيبان فيها ياسين مصدوم قدام البيسي ديالو. اخر حاجه شافها ياسين قبل ما يطفى الضوء في بيتو بمره هي الرساله جاتو في التليفون: شكرا للمشاهده، دابا انت هو البطل ديال اللايف الجاي.